النهارده هنعمل اللبن المكثف. اللبن المكثف دلوقتي بقى اساسي جدا في كل وصفات الحلويات. بيستخدم كتير قوي. في ناس كتير بتشتكي ان سعره غالي، والاهم من سعره الغالي ان هو مش كتير بيبقى متواجد تحت ايدك يعني. فالنهارده هنعمله في البيت، هياخد بالظبط منك 10 دقايق وهتعمليه احلى من بتاع بره، وهينافس كمان الشركات الكبيرة المتخصصة في اللبن المكثف يعني. انا عن نفسي مش بميل ان انا اعمل حاجة في البيت لو مش هتديني نفس النتيجة بتاعت بره، يعني انا مش هوفر او استسهل فبوظ الطبخة. لكن حقيقي اللبن المكثف من الحاجات اللي بيتعمل في البيت نتيجته بتبقى جميلة جدا وبتبقى خطيرة يعني. يلا بينا نعمل اللبن المكثف، ان شاء الله هيعجبكم قوي. هنبتدي اللبن المكثف، هحتاج معايا كوباية لبن بودرة. بس طبعا يا جماعة محتاجة لبن بودرة يكون نوع كويس، كل مرة لازم نقول الكلمة دي، يكون نوع كويس ودسم وانتي واثقة فيه، واثقة في طعمه، ما يكونش لبن عندك مكمكم ولا حاجة. وهنحتاج في الوصفة كوباية سكر بودرة. في ناس كتير بتستخدم احيانا السكر العادي، بس مش انا بالنسبة لي مش هيدي النتيجة اللي احنا عايزينها، او مش هيدينا النتيجة بتاعت السكر البودرة. وهنحتاج تلت كوباية مية مغلية ومكعبين زبدة. بس خلاص هي كده الوصفة، وتحطيهم في محضر الطعام بتاعك وتضربيهم. تبدأي بقى تخفقي تخفقي فيه لحد ما هتلاقي القوام بتاعه بيتقل. وانتي بتضربيه هتلاقي القوام بتاعه بيتقل، هياخد منك 5 ل7 دقايق ضرب، مش اكتر من كده. وبكده يبقى خلصت معانا وصفة اللبن المكثف. بتحطيه في كوباية. في الوقت ده بيبقى سخن طبعا نتيجة اللبن المغلية، فما بيستخدمش على طول. سيبيه يرتاح بس لمدة ساعة وابتدي تستخدميه على طول. زيني بيه كيكات، دخليه في تورت، اي حاجة هيستخدم فيها هيديكي نتيجة جميلة جدا. وهو ممكن يا جماعة اللي انت تعمليه ده هيتشال في التلاجة من 3 ل4 ايام. اكتر من كده هتلاقيه تقل منك وممكن يبوظ، يعني في الاخر ده مفهوش مواد حافظة. فانت ممكن تعمليه ويستخدم على مدار 3 او 4 ايام، وممكن كمان يتشال في الفريزر لو هتستخدميه لوصفة ايس كريم. تقدري تشيليه في الفريزر وتستخدميه في اي وقت. وبكده وصفة اللبن المكثف تكون خلصت. اتمنى انتوا تجربوها، ومستنية اسئلتكم وتعليقاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة.